السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نحضر مع بعض عشوة كده خفيفة بسيطة بمكونات موجودة عندنا في التلاجة، مش هتاخد ان شاء الله في تحضيرها اقل من 5 دقايق. تمام، يلا بقى نشوف مع بعض هنحضرها ازاي. هنجيب مع بعض 3 بيضات او 4 بيضات، وهنحط عليهم معلقة خل صغيرة. تمام، وهنقلبهم مع بعض. وهنجيب كوباية لبن، كوباية ونص من الدقيق، وشوية ملح وشوية فلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، نص معلقة من كل واحدة، نص معلقة صغيرة من كل حاجة. وهنقلبهم مع بعض كويس. وهنحط عليها نص كوباية زيت أو كوباية صغيرة زيت. نقلب تاني مع بعض كله، ورشة بيكنج باودر. نقلب كل الخليط ده مع بعضه. تمام، وهنحط بقى طماطم وفلفل أحمر وأصفر وأخضر وشوية زيتون ومعلقة صلصة كبيرة. واي حاجه عندك بقى في التلاجة، عايزه تحطي لانشون، عايزه تحطي جبنه رومي. انا عندي بسطرمه، حطيت بسطرمه، انا بحب البسطرمه اكتر مثلا. اي حاجه بقى عندك في التلاجة هتحطيها، وهتقلبي كل المكونات دي مع بعضها. وهنجيب صينيه مدهونه سمنه، نحط فيها كل المكونات دي. وهجيب عليها شوية قشطة كده، أنا القشطة دي عندي كنت بحوشها من اللبن. تمام، أي حاجة بحطها عندي تبقى طبيعية أحسن بكتير، وبعمل منها زبدة. برضك كل حاجة بتبقى في البيت بتبقى جميلة جدا. تمام، وهنحط عليها جبنة موتزاريلا على الوش. وهندخلها الفرن بقى لمدة تلت ساعة، وعلى حسب بقى فرن كل حد بتتابعيها كده لغاية لما الوش بتاعها يحمر خالص. تمام، وهوريها لكم بقى بعد ما تطلع من الفرن يبقى شكلها عامل ازاي. وده بقى شكلها بعد ما طلعت خالص. هنبدأ بقى نقطعها كده. وده بقى شكلها النهائي بعد ما قطعناها وحطيناها في الطبق. دوقوها بقى ان شاء الله وجربوها، واكتبوا لي رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.